السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم المطبخ البلدي مع ام احمد. هنعمل النهاردة حاجة بنحبها كلنا وعيالنا بيحبوها. هنعمل معاكم الجاتو الشاتو، وتعالى اقول لكم بقى هنعمله مع بعض ازاي. والمقادير اهي يا حبايبي: 4 بيضات، كيس بيكنج باودر انا فاتحاه دلوقتي، ومعانا هنا كوباية الا ربع كاكاو، ومعلقة كده بن. عايزة تحطي نسكافيه حطي، انا حاطه قهوه دلوقتي، وكوبايه لبن، كوبايه زيت، كلهم بمقاس واحد، كوبايه سكر، معانا ملح هنا ولا ذره ملح هنحطها، وفانيليا، ومعانا هنا 3 كوبايات دقيق بمقاس بمقاس الكوبايه دي كله بمقاس واحد، يبقى كده 3 كوبايات دقيق، كوبايه سكر، كوبايه زيت، كوبايه لبن، كوبايه الا ربع قهوه كاكاو، ومعلقه قهوه، و4 بيضات، وملح، وفانيليا معانا اهي، وبيكنج باودر. وتعالى اقول لكم هنخلطه ايه الاول. وهنا حبايبي اهوت هنفضي كوبايه اللبن، بسم الله الرحمن الرحيم، كوبايه السكر، هنا الكاكاو على القهوه، هنحط رشه فانيليا صغيره، هنحط هنا رشه ملح صغيره عشان الملح ده بيظبط التسكيره بتاعتنا، لان احنا هنعمل الصوص ده، هناخد منه كوبايه، هوريكم انا دلوقتي هناخد منه كوبايه وهنكمل الباقي هنخلط بيه الكيك. ماشي. وهنا حبايبي انا خلطت السكر واللبن والكاكاو، وهنفضي بقى الزيت حبه حبه كده، هضرب برضو واوريهولكم. بصوا حبايبي اهو الصوص بتاعنا، بصوا بقى جميل ازاي. ما تحطيش الزيت لما السكر يدوب منك خالص. ماشي. وهفضي بقى هنا حبه كده، يعني الكوبايه اللي كانت معانا فيها الكاكاو هنفضي فيها كده كوبايه اللي هنزين بيها من على الوش. طبعا احنا هنعمل اللي هو الجاتو الشاتو ده، وهوريكم برضو لسه هنخلط ايه تاني. هنا حبايبي انا حطيت كمان ربع كوبايه سكر عشان خاطر الدقيق معانا، وحط برضو هنا نص كوبايه لبن، وهنحط هنا شويه فانيليا، ومعلقه خل صغيره، معلقه خل كبيره معلش. وهنا هحط البيض معاكم اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مش هخلطها واوريها لكم. وهنا الخليط بتاعنا حبايبي اهو، لما انا خلصته، لما خلطته كويس. ماشي. وهنا معانا اهي البيكنج باودر، هنفضي كل الكيس على ال3 كوبايات، وهنا ذرة الملح. ماشي. هنقلب بقى كده الحاجات الجافة كلها على بعضها. هنبدأ بقى نفضي حبة حبة كده ونقلب، بسم الله الرحمن الرحيم. الكمية اللي انت عايزة تعمليها بقى على مقاس الصينية اللي عندك. ماشي. انا عاملة 3 كوبايات دي دولت على صينية كبيرة، انت عايزة تقللي الكمية انت وراحتك. يعني كده بخلط على جنب واحد، الخليط معانا اهو جميل اهوت، انا مش عايزاه لا اخف ولا اتقل من كده. ماشي. هقلبه بقى شويه كده واوريهولكم. بصوا يا جماعه الخليط اهو، هنفضوه بقى معاكم. بس الصينيه انا دهنتها معلقه سمنه، وحطيت فيها رشه دقيق. عايزه تحطي كاكاو حطي انت وراحتك، عايزه تحطي ورقه زبده، انا المتوفر عندي حطيته. هفضي بقى الخليط كله.
اوريها لكم. انا مولعه الفرن دلوقتي على درجه حراره 180. هتحط في الرف الوسطاني نص ساعه بالظبط، وتفتحي عليها تشوفيها لو استوت بعصايه شيش طاووق، وجربي بيها كده وشوفيها. وهوريها لكم. وانا حبايبي اهي التورتيه طلعتها لكم. بصوا بصوا جميله ازاي، زي السفنج. بصوا جميله. وهنمسكها بقى هنقسمها. انا هقسمها دلوقتي كده. انا هقسمها بقى واوريها لكم بعد ما اخلص. وانا حبايبي اهوت انا قسمتها نصين. بصوا بقى، بصوا هشه ازاي من جوه. بصوا السفنج ازاي. وعملت لها شويه ميه بسكر كده، وعليهم حبه كاكاو. بصوا اهو عشان تطريها، بس حبه كده يطروها. عايزه تعملي لها، عايزه تسقيها بميه بسكر بس ماشي. انا بقى عندي كاكاو حطيت لها حبه اهوت بس كده خلاص اهو. هحط بقى النص بتاعها التاني واوريها لكم. هحشيها بقى الخلطه بتاعتها واوريها لكم. بس يا حبايبي ده بقى ايه، ده كريم شانتيه، وانا حطيت له شويه كاكاو وعملته. انت طبعا احنا كلنا شاطرين وعارفين بنعمل الكريم شانتيه، وانا عملته معاك قبل كده وحطيت عليه شويه كاكاو وجهزته كده. فانا هحشي بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. هكمل انا حشوها واوريها لكم بقى لما اخلصها. اهو يا حبايبي خلاص. بصوا انا خلصتها. انا حشيتها، وهنا كبيت عليها الصوص اللي انا وريته لكم في الاول خالص. اول حاجه عملته معاكم من الخليط بتاعها، وحطيته في التلاجة وطلعته. بص جميله ازاي. وقطعتها اهوت. دي بقى ايه، ده الجاتو الشاتو بتاعنا. ويا رب يعجبكم. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير للقناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.